والcontrast. الfrequency دي علّيها، خلّيها 100، 150 زي ما أنت عايز. الfrequency دي خاصة بالنُقط اللي أنت كنت عمّال بتمشي بيها وأنت ملاحظ إن أنت وأنت ماشي كده عمّالة ترمي نُقط وراها كده. فدي كل ما زوّدتها كل ما النُقط كانت قريّبة من بعض، كل ما الدقة بتاعتها كانت أفضل. الcontrast هو مدى سماحية الألوان، أنت بتقول له هنا قلّل لي عدد الألوان اللي أنت ممكن تاخدها. لو زوّدت القيمة دي هتلاقي إن الأداة ممكن تطلع معاك برّه التحديد بتاعك، فقلِّل دايمًا الcontrast وزوّد الfrequency. وطبعًا شُفنا الخصائص دي اللي هي أنت التحديد بتاعك بتحدّده، عايز تزوّد تحديد، عايز تماينس تحديد، لو أنت عايز تاخد التقاطع ما بين تحديدين بتدوس على دي. لحد دلوقتي كأدوات أنا استفدت كتير جدًا من الmagnetic. طَب أنا ممكن أستفاد من حاجة زي دي مقصوصة إزاي؟ ممكن إن أنت تعمل لها أو تنقلها عندك في التصميم أو في المقاس اللي أنت كنت فاتحه ده. لو أنا جيت هنا على المقاس بتاعي ده أو التصميم بتاعي ده، عدِّل على دول كلّهم، امسحهم، والصورتين دول مش عايزهم، ممكن إن أنا آجي أدوس على الباسكت من هنا أقول له بيقول لي delete أقول له yes وهنا برضه نفس النظام، أقول له delete أعمل له yes وتعالَ على الشخص بتاعك ده، شدّه عندك على الصورة بتاعتك هنا، هتلاقي إن هو كبير جدًا لإن الresolution أو المقاس بتاع الصورة دي كان كبير برضه. طَب أنا هاعمل إيه ساعتها؟ اعمل كده control وناقص من الكيبورد، اعمل zoom out. وبعدين دوس Ctrl T من الكيبورد علشان يعمل لك الtransform بتاع الصورة، وتقدر إن أنت تصغّر كده بالمنظر ده، وابتدي إن أنا أطلّعه لفوق كده، يعني كل ما أصغّر كل ما أسحب كده لفوق، وبعدين هادوس Enter وهاسنتره عندي في المنتصف كده، وأعمل zoom Ctrl وزائد كويس. طيب أنت شايف الصورة بتاعتك الجودة بتاعتها كويسة صح؟ بس لو أنت صغّرت كده Ctrl T صغّر لي الشخص ده كده Enter وبعدين دوس Ctrl T وكبّره تاني بالمنظر ده، ودوس Enter. إيه اللي حصل؟ الصورة بكسلت، الصورة بقت بهتانة أوي. طيب أنا عملت إيه غلط خلّى الصورة عندي بالمنظر ده؟ أنت وأنت بتسحب الصورة هنا، هاقول لك على حاجة كده لازم تعملها قبل ما تسحب الصورة عندك من الأصل بتاعها لأي تصميم تاني. امسح لي دي أنا مش عايزها. بُص، عوّد نفسك، أي صورة هتقصّها محتاج أنت تستخدمها في تصميم تاني اقف على الlayer بتاعها كده أو على الlayer اللي أنت قصيتها بيه، كليك يمين واختار من هنا convert to smart object وبعدين شدّها بقى عندك، تعالَ لي هنا وارميها، وبعدين اعمل control ناقص من الكيبورد control T وصغّرها لي من أي حافة من الحواف دي، وابتدي إن أنت طلّعها لي لفوق كده، صغّر واعمل enter control وزائد بالمنظر ده. طب إيه اللي أنت عملته ده، إيه الsmart object؟ الsmart object ده بيحافظ لي على خصائص الصورة، كإني باقفلها كده. يعني باحافظ على الجودة بتاعتها وباحافظ على الresolution ومقاسها وكل ده، فأنا كإني باحطها جوّه فاترينا إزاز أو box إزاز كده، بيحافظ على جودتها وشكلها وكل حاجة، حتى لمّا صغّرت الصورة جيت إن أنا ضبّطتها بُص كده لو عملت zoom الصورة لسه معايا زي الفل، ما بكسلتش معايا زي الأول، هادوس كده control وناقص أو دوس على control و0 على طول علشان يعمل لك الactual size ف convert to smart object مهمة جدًا، جدًا بالنسبة لي. طب دلوقتي أنا اتمرّنت على إيه، اللاسو، الpolygonal والmagnetic lasso tool. طب الأداة اللي معانا بعد كده إيه، أداة برضه أو أدوات من ضمن التحديد زي الobject selection، الquick selection والmagic wand tool. تعالَ ناخدهم كده واحدة، واحدة ونشوف بيعملوا إيه. شُفت صورة الشخص ده، هنتمرّن عليها تاني، الغيها لي كده أو بلاش تلغيها، اظهرها لي تاني بس اخفي لي التحديد بتاعك ده. تعالَ نجرّب من تحت لفوق، اشمعنى بقى؟ لإن الobject selection tool دي أداة هتخلّيك تستغنى عن الأدوات اللي إحنا اتكلّمنا عنها فوق هنا. طَب أنا هاجي بالmagic، الmagic دي بتعمل إيه؟ أنا دلوقتي هادوس كده برّه، هتلاقي إن هو حدّد لي الخلفية البيضا في التصميم، بس خَد لي أجزاء مثلًا من الوِش بتاع الشخص، السنان بتاعته، العينين،
دخل لي جوّه شوية في إيده، كويس، فأنا محتاج إن أنا أكون أكتر دقة. طيب أنا حددت دلوقتي الخلفية، طب ما أنت لسه قايل لي من شوية إن أنت ممكن تمسح حاجة أنت مش عايزها، يعني الحاجات دي متحددة معايا، طب أنا ممكن أزوّدها في التحديد، يعني ممكن أمسحها من التحديد بتاعي عفوًا. فأنت ممكن إن أنت تيجي كده من أداة اسمها الquick selection، هتلاقي إن هي أداة تحديد برضه، تختار من هنا الزائد، أنت محتاج تعمل إيه في دول؟ أنا هنا كده زوّدتها بالنسبة للتحديد، أنت ممكن تيجي من الminus من هنا تدخّلها معايا كده، بس طبعًا هتكبّر الحجم بتاعها شوية، باكبّر الحجم إزاي؟ عن طريق الدال من الكيبورد، بُص كده هتبتدي إن هي الأداة تظهر معايا أهو، كده حددت الشخص بتاعي ده، هنا برضه نفس النظام، عارف إن الموضوع فيه لخبطة سِنّة، لإن أنا دخّلت أداة ما اتكلمتش عنها معايا في أداة الMagic، الموضوع سهل ما تقلقش، أنا هنا محدد إيه؟ محدد الخلفية مش محدد الشخص. محدد الخلفية البيضا، محدد كل ما هو أبيض في التصميم عندي. طيب دلوقتي يا تلغي القفل من هنا كده وتدوس delete من الكيبورد، هتلاقي إن هو هيمسح لك الخلفية ويفرغها لك خالص. ساعتها هتيجي من select تختار من هنا deselect والتحديد معاك هيبقى زي الفل. ممكن أنت تيجي كليك يمين convert to smart object تحوله لsmart object وتشده عندك كده. شوف النتيجة كنترول وناقص وبعدين كنترول T وابتدي إن أنت تصغّر كده وenter. بعدين اعمل كنترول وزائد من الكيبورد. بُص النتيجة طالعة عندي عاملة إزاي، تحفة، كويسة جدًا، جدًا. فدي أداة الMagic تقدر أنت تقُص بيها كده. طب أنا لو دوست كنترول وZ كده، كنترول Z، كنترول Z وأرجع تاني هادوس كنترول D. إيه اللي بيخلّي أداة الMagic Wand Tool تشتغل بالمنظر ده؟ الtolerance بتاعي. طب أنا الtolerance ده لو جيت خلّيته 10 ودوست كده، إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي إن هو خَد لي عدد ألوان إلى حدٍ ما أقل. طيب أنا لو زوّدته خلّيته 30 ودوست control D من الكيبورد علشان ألغي التحديد، ودوست هنا دوسة، ابتدى إن هو يزوّد لي في عدد الألوان اللي هو بياخدها. طيب هو مش ده أبيض بس، لأ، ده مش أبيض بس، ده في تدرُّجات من الأبيض، هتلاقي في أبيض مثلًا سادة أو أبيض فاتح جدًا، في أبيض أغمق منّه سِنّة اللي هو الgrey مايل على grey شوية وأغمق وأغمق. عشان كده لمّا باقول له tolerance زوّده، زوّد لي في مساحة الألوان اللي أنت ممكن تاخدها، تمام كده؟ فأنا هنا هو قعد ياخد ألوان لحد كمان ما خد ألوان من السِنّة البيضا ومن العين عندي، فتقدر أنت تدوس control D من الكيبورد، هتلاقي إن هو شال لك التحديد من على الشخص ده كده. طيب يعني أنا اتفقت دلوقتي معاك إن مثلًا الMagic Wand Tool من خلال الtolerance هنا تقدر من القيمة تزوّدها أو تقللها، بس لو زوّدتها هو بيبتدي ياخد لك سماحية ألوان أكتر. هاقول لك على مثال، تعالَ نجرّبها مثلًا في صورة الشخص ده، أو خلّينا نجرّبها هنا مثلًا، شِد ده عندك، شدّها كده، تعالَ لي هنا دوس كده دوسة، عمل لي إيه، حدد لي الخلفية، بس برضه خد لي من السِدنة معاك. تقدر إن أنت زي ما شُفنا كده بالquick selection تيجي تبتدي إن أنت تعمل لي كده، نقّصها لي من التحديد، لإن هو محدد السِنة، فلأ شيل لي التحديد بتاع السِنة. طيب ما فيش طريقة تانية إن أنا أحدد بيها الشخص غير إن أنا أفُك القفل وأمسح؟ ساعتها أنت ممكن تيجي بتعمل select وتختار هنا inverse، أنت بتعكس التحديد، بدل ما هو محدد لي الخلفية وسايب لي الشخص، أنا خليته يحدد الشخص بس. كليك يمين layer via copy والغي كده العيد من هنا، هتلاقي إن هو فاضل لك الشخص ده بس. فأداة الMagic مهمة جدًا، كويسة جدًا، برضه باستخدمها استخدامات كتيرة لمّا يكون عندي خلفية سادة، ما باستخدمهاش مع الخلفيات اللي فيها شغل. كمثال آخر، صورة مثلًا هالاند دي، تعالَ هنا بالMagic ودوس كده، حدد لي اللون الأصفر، اللون الأصفر فقط. تعالَ من select اختار هنا inverse اعكس التحديد، قُل له أنا عايز أحدد الشخص، كليك يمين layer via copy أهو كده، كأداة
تحديد يعني كويسة، بتفيدني في آآ الحاجات أو التصميمات أو الصور اللي هي فيها شغل سادة أو الخلفية بتاعتها سادة. تعالَ نشوف الأداة اللي بعدها الquick selection. الquick selection هتقف هنا وتختار لي الأداة دي، وتيجي تمشي على الحاجة اللي أنت عايز تحددها كده، مثلًا وامشي كده، ودي واطلع كده، أهو. فاضل الصابع بتاعه ده، اعمل zoom كده وصغّر الدايرة بتاعتك دي، هاصغّرها إزاي؟ من خلال الجيم من الكيبورد، واطلع كده لحد دي كده. في جزئية أنت خدتها معاك، تعالَ بالminus من هنا شيلها لي، وكليك يمين layer via copy وقُص الصورة بتاعتك كده، طلعت معاك مضبوطة. في أدوات تحديد برضه، control وZ ارجع كده علشان ندخل على أهم أداة عندي وهي الobject. الobject دي مش هتلاقيها في نسخ أقل من 2020، يعني ابتدت إن هي تظهر في 2020 فما فوق. فكل اللي أنت بتعمله بتختار من هنا الobject selection وتبتدي إن أنت تشِد كده تعلِّم على الحاجة اللي أنت عايز تحددها، وتسيبه 3 ثواني كده، تلاقي إن هو حدد لك الشخص بتاعك. كليك يمين layer via copy قصّه لك بمنتهى السهولة. ده مش بس كده، ده أنت ممكن كمان control D هتيجي هنا بدل ما هي rectangle هتختار lasso وتبتدي إن أنت تحدد كده. الlasso اللي إحنا لسه متكلمين عليها من شوية يعني بس طبعًا استخدام مختلف كده. بُص كده سيبها، حددته لك برضه. تعالَ نجرّب على مثال تاني، دوس control D واطلع كده، هات لي مثلًا صورة الشخص ده، شدّه، حطّه عندك هنا كده، من object أنا الأسهل بالنسبة لي إن أنا بلاش lasso واختار rectangle وأعلّم على الشخص ده بس. حدّده لك ثانية، تمام، هتدوس كليك يمين layer via copy وهتلاقي إن التحديد معاك عمل كده. فأدوات التحديد عندي كتيرة جدًا، مرورًا بالrectangle، الelliptical، الsingle row والsingle column، الmagnetic، الpolygonal والlasso وكمان الobject selection والquick selection والmagic wand. كل دي أدوات تحديد، بس طبعًا دول ما يجوش حاجة جنب الpen tool وأهمية الpen tool. يعني الpen tool كتحديد تعتبر أفضل أداة فيهم، بتدّيني دقة عالية جدًا، بس في ناس بتستخدم الأدوات دي وتطلّع بيها يعني صور وتحديد كويس جدًا. فسواء استخدمت أي أداة فيهم شوف أنت هترتاح لإيه أو هتستخدم إيه. إحنا عرفنا كل الأدوات، شوف أنت بقى هتبتدي إن أنت تستخدم أنهي أداة فيهم علشان تطلّع النتيجة اللي في دماغك. طيب علشان بس ما نطوّلش أكتر من كده ويكون وقت الفيديو طويل، إحنا ممكن نكتفي بالقدر ده النهارده، وهنبتدي إن إحنا نتفق على مواعيد جاية إن شاء الله نكمّل فيها باقي الفوتوشوب. أتمنى من الناس إن هي تطبّق على الحاجات اللي إحنا اتكلّمنا عنها النهارده. افتح مقاس عندك وهات صورة وابتدي إن أنت قُص منها حاجات، قُص وانقل وافتح فايل جديد وانقل فيه ملفاتك أو انقل فيه الصور اللي أنت بتقصّها. ابعت لنا برضه على الجروب النتايج اللي أنت بتطلّعها. لو في أي مشكلة واجهت حد يا ريت ما يتردّدش إن هو يبعت لنا وإحنا هنجاوب عليه على طول. فشكرًا جدًا ليكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله في لايفات جاية.